بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة أحترف إكسل مع ممدوح. النهاردة هنتكلم عن موضوع حلو جدا وجميل جدا. هو كان في صديق بيكلمني على ازاي اعمل هايبر لينك لمجموعة فايلات بي دي اف من غير ما اعمل كل ما ازود فايل لازم اعمل الهايبر لينك بتاعه، او اعمل له ماكرو، او ايه المعادله اللي ممكن نستخدمها، او ايه الحاجه اللي ممكن تستخدمها بحيث ان هي تسهل لك كل الوقت والمجهود، بحيث ان انت لما تضيف فايل جديد وتيجي تعمل له هايبر لينك، هو الهايبر لينك يسمع لوحده. تمام. فالفكره دي طبعا فكره حلوه جدا وجميله جدا، وانا بشكره ان هو اتاح لنا ان احنا نقدر نفكر في حاجه زي كده. اول حاجه احنا بس هنعمل حاجه. احنا دلوقتي عندنا مستندات، المستندات دي موجوده في فايل على الجهاز. فاول حاجه هروح على الفايل بتاع الجهاز اللي فيه الملفات دي، وهاخد الامتداد بتاعه كوبي بيست. فاجي هنا اعمل له كوبي كنترول سي، واروح رايح على الاكسل الشيت بتاعي وعامله مثلا كنترول في. تمام كده، تمام. وهعمل حاجة تانية، هعمل حاجة اسمها داتا فاليديشن ليست للحاجات اللي هي موجودة عندي دي. لو محدش عارفها بيعملها ازاي، ثواني كده نشيل داتا فاليديشن. فهنعمل ايه؟ كلير اول. اوكي كده شلت الداتا. هنعمل داتا فاليديشن ليها ليست. نختار ليست، وهنختار السورس بتاعي اللي هو ده كده، وانزل لحد تحت بحيث ان انا لو ضفت حاجه تظهر لي في الليسته بتاعتي. اوكي، دلوقتي ظهر لي الليسته بتاعتي. تاني حاجه هعمل المعادله اللي هربط بيها بين اللوكيشن ده او الامتداد ده والداتا فاليديشن. بعمل يساوي ده شيفت 7، وافتح كوتيشن، واعمل العلامه اللي هي المايله دي، واروح قافل كوتيشن تاني، وهدوس على الخانة اللي انا عايزها. واعمل شيفت 7 تاني، واروح دايس على الخانة دي، واروح عامل شيفت، واروح عامل شيفت 7 تاني، واروح فاتح كوتيشن. دلوقتي هو بيطلب مني الامتداد او نوع الفايل اللي انت عايزه. فانا لو عايز الفايلات دي بي دي اف، فانا هحط دوت واكتب بي دي اف، واروح قافل الكوتيشن بتاعي. لو الفايل اللي انت بتستخدمه وورد، هتكتب هنا دوت دي او سي، او لو صورة او حاجة جي بي جي. تمام، وادوس انتر. طلع لي كده اللوكيشن بتاعي اللي هو هام جدا، هتروح تاخد منه الحاجات البي دي اف بتاعتك. طيب، هاجي هنا بعد كده هعمل الرابط بقى اللي يفتح لي الحاجة اللي انا عايزها. هعمل الهايبر لينك، وادوس اقول هايبر لينك، واقول له انا عايز لما تشوف اللوكيشن اللينك لوكيشن بتاعي اللي هو ده. اوكي، وهعمل شيفت 7، وهقول له هعمل الكومة بتاعتي، معلش، شيفت كاف، وهقول له الفريندلي نيم اللي هو لو انت هتسمي مثلا الهايبر لينك بتاعك اسم مثلا اوبن، فهحطه اوبن، وهحطه كوتيشن عشان ده نص، واروح دايس انتر. دلوقتي يا جماعه لو انا جيت عملت كده، بسم الله، لو جيت هنا اخترت طلب سداد ضريبه ورحت دايس اوبن، طلع لي رساله بيقول لي انت عايز فعلا تستمر، فهقول له اوكي. فراح جايب لي الفايل بتاعي اللي هو البي دي اف. تمام. طيب لو جيت قلت له انا عايز كسب العمل ده مثلا، هقول له اوكي، هيقول لي تمام،
دي شيت يعني احنا عاملينه بي دي اف كده بس نوضح الدنيا فيها ايه. طيب لو جيت اخترت محمد علي الشرق مثلا، اوكي، هيطلع لي محمد علي الشرق بتاعه اهو، بي دي اف بتاعه. طيب لو جيت انا هنا زودت بقى حاجه، عايز ازود حاجه، اهم حاجه يا جماعه لما تيجي تزود المستند هنا اسمه لازم يكون زي اسمه في البي دي اف عشان يربط عليه. لو انت غيرت الاسم دوت هو مش هيروح يدور عليه مش لاقيه. فانت لازم تدور على الفايل البي دي اف. فمثلا لو انا عندي مثلا هنا شيت الاجازات، فهاخده كوبي كوبي، واروح رايح على الشيت الاكسل وعامله هنا ايه، بيست. خلاص. لو جيت هنا فتحت الاقي شيت الاجازات، اقول له افتح لي شيت الاجازات، اقول له يس، يجي لي الداتا الحاجه بتاعتي. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، والموضوع مهم جدا وحلو جدا ومفيد جدا في اختصار الوقت والمجهود. و ما تنسوش دعم القناه بلايك والشير وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.